على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم برنامج أعلام ومناسبات في جزء عامة المبارك، ومرحبا أخرى لكم في منصتكم وقناتكم قناة سلام الفضائية. فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم في صالح الأعمال والدعوات. كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وها نحن نحط رحالنا في سورة كانت هي مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انقطع عنه الوحي، وسورة لها قصة وسورة لها مناسبة، ومناسبتها بأنها انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو ليلتين، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو ليلتين حتى أتت امرأة من المشركين فقالت: قد نرى أن شيطانك قد ودعك. وفي رواية أخرى قالوا المشركين بأن الله سبحانه وتعالى قد تخلى ودعا وترك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة شافية وكافية مواساة وتطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكانت سورة مكية شريفة هي والضحى. قال ربنا سبحانه وتعالى، ونقرأها بادئ ذي بدء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم ربنا سبحانه وتعالى تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم: والضحى. والضحى هو أول النهار، ووقته من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال، وللضحى أول وأوسط وآخر، وكل ذلك يسمى بالضحى. والله لا يقسم بشيء إلا لعظمه سبحانه وتعالى. قال ربنا: والضحى والليل إذا سجى. سجى أي سكن ودخل وقته وادلهم، وإتيان الليل يدخل على الناس، الليل يدخل على الناس بهدوء وسكون، ولذلك كان الليل لباسا وكان فيه النوم سباتا والليل سكون وهدوء.
قال ربنا تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لم يتركك الله سبحانه وتعالى يا محمد وما قلى وما أبغضك، كما زعمت تلك المشركة وكما زعم المشركون بأني قد تخليت عنك. كيف وهو يربيه؟ كان ربنا سبحانه وتعالى يربي النبي صلى الله عليه وسلم ويصطنعه لنفسه ولرسالته صلى الله عليه وسلم. هو المختار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى واصطنعه لنفسه ورباه وأدبه صلى الله عليه وسلم ربه أحسن تأديب. كيف يتركه؟ والظاهر للقارئ وللعيان كما زعمت قريش بأن الله قد تخلى عنه، ولم يتخلى عنه سبحانه وتعالى، حاشاه وكلا. فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، ومات أبوه وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت أمه آمنة وهو ابن 6 سنين، ثم كفله جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، ثم مات، ثم كفله عمه أبو طالب، حتى نشأ وترعرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسالته، إلى مبعثه الشريف صلى الله عليه وسلم، وربه سبحانه وتعالى يكلأه من حين لحين، وهو الحي القيوم. كيف لا وهو يحفظ أولياءه، ونبيه صلى الله عليه وسلم من أولى الأولياء وخاتم المرسلين وإمام الأنبياء والأتقياء صلى الله عليه وسلم. لم يتركه صلى الله عليه وسلم، لم يترك الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. كل المواقف تدل بأن ربنا سبحانه وتعالى يحبه حبا جما، وهذا هو دأب الأنبياء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله مع المحسنين، إن الله لمع المحسنين، ونبينا إمام المحسنين صلى الله عليه وسلم. لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل رسالة الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأرض قاطبة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما ودعك ربك وما قلى. لم يبغضك الله سبحانه وتعالى يا محمد، بل أحبك واصطفاك، فكان له كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن له في الآخرة من أقل المنقبات للنبي صلى الله عليه وسلم والكرامات له في ذلك اليوم هو نهر الكوثر، أقلها وأعلاها شفاعته صلى الله عليه وسلم للخلق، ولا يؤتى الشفاعة إلا لذلك العبد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رفعه الله في ذلك اليوم مقاما محمودا. وكل الناس يطارد في الأنبياء في ذلك اليوم نبيا رسولا لكي يشفع عند الله سبحانه وتعالى ليقضي بين الخلق، والخلق واقفون في أرض المحشر. فما كان، وكل الأنبياء يرسل بعضهم إلى بعض حتى أتوا إلى آخر نبي فقال عليكم بمحمد، فيؤتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤتاها غيره صلى الله عليه وسلم، وينال هذه المنقبة مقاما محمودا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وهو الذي يؤتى الوسيلة والشفاعة في ذلك اليوم لكي يشفع للناس بأن يقضى بينهم. فيقال له: سل ما تعطى يا محمد،
فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده ويسجد ما شاء من المحامد لله سبحانه وتعالى، والتي ينطقه الله سبحانه وتعالى ويجريها على لسانه منة وكرما منه سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قلى. وهكذا ديدن الأنبياء ثقة ويقينا بالله سبحانه وتعالى بأن الله حاميهم وحارسهم سبحانه وتعالى، لأنه اصطفاهم إلى نفسه سبحانه وتعالى. قال ربنا لنوح قال ربنا لموسى عليه السلام وأخيه لما خاف أن يذهب إلى فرعون الطاغية، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ماذا قال لهم ربنا سبحانه؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. وموسى عليه السلام لما آتاه الله بعض الآيات المعجزات قال لا تخف إنك من الآمنين. لا تخف إنك من الآمنين. وفي آية أخرى لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ولما أدرك قوم فرعون لموسى عليه السلام عند شط البحر، قال أصحاب موسى يا موسى إنا لمدركون. فما كان من ذلك النبي موسى عليه السلام قال بقولة ثابت قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا يضيع الله سبحانه وتعالى أولياءه وأنبياءه ومن اصطفاه لنفسه لحمل رسالته سبحانه وتعالى وحمل رسالة هذا الدين وتبليغها بأن يضيع أو يضيع أو يخذل ولو للحظة، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله لا يحب كل خوان كفور. ما ودعك ربك وما قلى يا محمد. هكذا هو ديدا، وهكذا المؤمن ليعلم حقيقة الأمر بأن الله سبحانه وتعالى يحرس هذا الدين ويحرس أهله ويدافع عنهم طالما أقاموا حقه واعتصموا به. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هكذا هو شرط النصر، أن تعمل في نفسك وأن تتقرب إلى الله وأن تقيم حق الله في نفسك أولا، بعد ذلك توفق لإقامة الحق على هذه الأرض بمعية الله سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ربنا سبحانه وتعالى يحث النبي صلى الله عليه وسلم بما له من الآخرة واختيار بما له من الآخرة على هذه الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد خيره ربه سبحانه وتعالى بأن يمكث في هذه الأرض ما شاء ثم يموت ثم يدخل الجنة، وبين أن يصير إلى الله سبحانه وتعالى وله المقام العلي. فاختار الله سبحانه وتعالى ربه سبحانه وتعالى والمنزل العلي عنده سبحانه وتعالى. ولذلك كان في آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في حجر أم المؤمنين المبرأة عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، قالت سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. فعلمت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قد خير واختار، قد خير من البقاء في الدنيا واختار ما عند الله بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. والدنيا الله سبحانه وتعالى ما ذكرها
إلا ذاما لها في كتابه العزيز، ولم يذكر الدنيا في شيء إلا وقد أعقبه ذكر الآخرة والترغيب فيها. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به. ثم قال الآية التي: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. وقال في آية أخرى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر. ثم قال بعدها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. لم يذكر الله سبحانه وتعالى الدنيا إلا لحقارتها. قال ربنا سبحانه وتعالى حاثا حتى في أمور السعي. الله سبحانه وتعالى يقول عن الآخرة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال في آية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأما في أمور الدنيا فيقول: فامشوا في مناكبها. والمسابقة والمسارعة والإسراع أعظم خطوة من المشي. قال في الدنيا: فامشوا في مناكبها. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نام على حصير له فأثر على جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فكان بجانبه أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، ألا دعوت بأن نعطيك حصيرا أفضل من هذا لكي لا يؤثر على جنبك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة فاستراح ثم تركها، صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بجدي أسك، جدي ميت قد عفن، فقال: ما الدنيا إلا كمثل هذا الجدي، لحقارة هذه الدنيا وحقارتها لا، وهذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هذه الدنيا بناطحاتها وعماراتها وأفلاكها كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه: اللهم احشرني مع المساكين، اللهم احشرني في زمرة المساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزهد أصحابه في هذه الدنيا ترغيبا لما لهم في الآخرة. الدنيا إنما هي متاع، شيئا قليل، وأما الآخرة هي وإن الآخرة لهي دار الحيوان، هي دار الحياة الأبدية السرمدية التي لا فناء بعدها. هي تلك الدار التي طينتها المسك والزعفران، وريحتها المسك والعنبر، وغراسها هي أعمالك أيها العبد، أيها المشاهد، أعمالك في الدنيا. إن قلت سبحان الله غرست لك نخلة في الجنة، وإن قلت سبحان الله غرست لك نخلة في الجنة. قال إبراهيم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أي فضل هذا! وقالوا: والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أهل الجنة، جعلنا الله إياكم منهم، الذين استوطنوا في الأرض وأرواحهم في السماء. قال عنهم: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
لله عبادا أجسادهم وأبدانهم في هذه الدنيا فقط، وأما أرواحهم ترفرف في السماء، تحوم حول العرش، عرش الله سبحانه وتعالى، من كثرة عبادتهم وكثرة ذكرهم وكثرة شوقهم ولهفتهم وحبهم للقاء الله سبحانه وتعالى. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. تحب أن تلقى الله، الله يحبك. وإذا أحب الله لقاءك فأكرم بها من لقاء، وأكرم به من وفادة يقدم بها الله سبحانه وتعالى عليك أنت أيها المشاهد، أيها العبد الضعيف، يقدم عليك. والله إذا أحب عبد اصطفاه لنفسه، والله إذا أحب عبدا سير له كل شيء في الدنيا. قال: وللآخرة خير لك من الأولى. وهكذا الإنسان الذي له رسالة، لا يرقب في الدنيا إلا مقدار المتاع ومقدار الذي يتبلغ به إلى الآخرة، مقدار المتاع القليل. ولذلك أثر عن الخلفاء الراشدين أزهد الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء، أثر عليهم من الزهد ما الله به عليم. وقبلهم نأخذ موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم غنم غنائم كثيرة جدا من غزوة حنين، لا تحدثني عن الإبل ولا البقر، الماشية بالعموم، ولا تحدثني عن الأشياء التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم التي لا حصر لها. فما كان منه صلى الله عليه وسلم أن يأتيه الأعراب واحدا تلو الآخر ويقول: يا محمد إني أبغي تلك الوادي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك. ويأتيه الآخر فيقول: هي لك، حتى نفذت كل الغنائم. حتى أحدهم من كثرة العجب الذي يطيش به عقل الإنسان المادي فيأتي إلى قومه ويقول: أتيتكم من رجل لا يخشى الفاقة، لا يخشى الفقر. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى الفاقة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين مضرب المثل في الزهد. كان لا توقد له نار بالشهر والشهرين والثلاث صلى الله عليه وسلم. وكان لا يأكل اللحم إلا إذا قدم له وإذا تيسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان من شدة الجوع يربط على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم، كما حدث في أحد الوقائع. قال: خرج أبو بكر وهو رابط على بطنه حجر من شدة الجوع، فخرج إليه عمر وهو رابط حجر من شدة الجوع، وكلهم يظن بأنهم هم الوحيدين ممكن قد يكونوا جائعين أو أصابتهم شدة الجوع. فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو رابط على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم حجرين وليس حجرا واحدا صلى الله عليه وسلم. قال وأما الزهد للخلفاء فهو أمر عجب. خذ من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي كان له ثوب يغسله ويلبسه، وهو كان تاجر مكة قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه. وكان هو الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ربنا في سورة الليل: الذي يؤتي ماله يتزكى
يعني أبي بكر الصديق رضي الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. رضي الله تعالى عنه الصديق الذي أنفق ماله كله في خدمة هذا الدين وفي عتق رقاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم المعذبين. الصديق الذي قدم ماله لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل لكي يتبرع لجيش العسرة، فكل الناس أتى بفضلة ماله إلا أبي بكر، أتى بماله كله ووضعه بين حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أبا بكر ماذا أبقيت؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر، الله ورسوله بما هو متاع الدنيا كله. الله أكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأنبيائنا وخلفائنا في جنات ونهر عند مليك مقتدر. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. منهن من لجأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي لأول مرة قائلا: زملوني زملوني. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لما أن كانا مهاجرين. ومنهن من لما النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة كسرتها في حضرته وهو يقول: غارت أمكم غارت أمكم. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يوم أن كانا مهاجرين. ومنهن من أزالت سل الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقاه المشركين عليه وهو ساجد يصلي لربه. ومنهن من كانت ذات شأن عظيم فهي أخت لأم حبيبة زوجة النبي الكريم. ومنهن من أنشدت شعرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنها وقال: هي يا فلانة. ومنهن من قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. كلهن صحابيات جليلات، لنتزود وإياكم من سيرتهم العطرة عبر المسابقة الرمضانية الكبرى صحابيات، والذي يعود إليكم بموسمه الثاني عبر شبكة سلام الإعلامية، والذي يأتيكم في شهر رمضان المبارك من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة. فنسعد بتواصلكم ونشرف بسماع أصواتكم، فكونوا على الموعد. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كنا قد توقفنا
وللآخرة قبل الفاصل وللآخرة خير لك من الأولى. والآية التي تليها ولسوف يعطيك ربك فترضى. الرضا عن الله سبحانه وتعالى والرضا من الله سبحانه وتعالى هي منزلة عظيمة أعزائي المشاهدين، لا ينالها إلا الذين صبروا أو ذو حظ عظيم. الرضا عن الله سبحانه وتعالى. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. رضا الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقسم بأنه سيرضيه صلى الله عليه وسلم. هذا كرم ومنة من الله سبحانه وتعالى، كرم من الله للعبد أن يرضيه. ومن هو العبد حتى يرضى عن الله سبحانه وتعالى؟ فهو خالقنا سبحانه وتعالى ورازقنا، وتدب الحياة فينا بفضله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يمتن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ويذكر المنن: ولسوف يعطيك ربك فترضى. والله رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عنهم ربنا رب العزة والجلال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الله حين يرضى عن العبد وفق لكل شيء، وفق لكل شيء. وفي الآيات المتبقية يمتن الله سبحانه وتعالى ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالنعم التي قد يغفل عنها المسلم والعبد، والله يذكره بها لكي يستأنس ولا يستوحش من الدرب وسلوك هذا الطريق. قال ربنا: ألم يجدك يتيما فآوى. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما بادئ ذي بدء، كما قلنا سابقا مات أبوه عبد الله وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو ابن 6 سنين، ثم كفله جده عبد المطلب، ثم مات وهو ابن 8 سنين، ثم كفله أبو طالب عمه إلى أن مات قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش طفولة الأيتام، والله سبحانه وتعالى كفل له كل مراحل حياته صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، آواه سبحانه وتعالى وحفظه ورعاه ورباه وأدبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ألم يجدك يتيما فآوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاش هذه المرحلة، مرحلة اليتم، ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن تعامل مع الأيتام الذين كانوا مثله، الذين كان هو مثلهم، فقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى إصبعيه صلى الله عليه وسلم. كفالة اليتيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى. والمقصود بالضلال ليس الضلال المعروف وهو الزيغ عن الحق، وأما المقصود كما فسر بعض أهل العلم هو عدم معرفتهم بتفاصيل هذا الدين، وإلا كل الأنبياء كانوا على دين الفطرة وهو دين الحق وهو دين الإسلام، ولكن ضل عنهم أي خفي عنهم تفاصيل هذا الدين العظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى اصطفاهم ليبلغوا شرائع هذا الدين بتفاصيلها عليهم السلام. ووجدك ضالا فهدى، الهداية هداهم الله سبحانه وتعالى لأحسن الأخلاق، هدى أنبياءه لأحسن الأخلاق، وهداهم إلى أحسن الطبائع، وهداهم إلى أحسن الخلقة عليهم السلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يحضر ولم يسجد لصنم، ولم يحضر لمناسبة لمشركين، ولم يكن سبابا أو شتاما أو لعانا أو مغتابا أو ذو خيانة، حاشاه وحاشا الأنبياء كلهم عليهم السلام، فهداهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم عليهم السلام لأداء رسالته. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا معدما لم يكن لك مال ولم يكن لك عيال، فأغناك الله سبحانه وتعالى بالمال والتجارة والعيال والزوجات، كل ذلك منة من الله سبحانه وتعالى. وكان أول منة منه في هذا الباب من الله على نبينا صلى الله عليه وسلم هي اتجاره بمال أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فكان يضارب النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وهو ابن 25 سنة، حتى تزوجته أمنا رضي الله تعالى عنه وأنجبت منه بنين، ثم تزوج النبي ثم ماتت رضي الله تعالى عنها، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب الله له من أزواجه، ورزق من البنين والبنات ما رزقه الله سبحانه وتعالى. وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة، وكان حياته كفافا وكان قوته كفافا صلى الله عليه وسلم، يشبع يوما ويجوع أياما صلى الله عليه وسلم. ووجدك عائلا فأغنى، من هنا تبدأ الإشارات إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد والدروس. فأما اليتيم فلا تقهر، اليتيم والذي عاش مرحلته النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، قال في حقه فأما اليتيم فلا تقهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والذي يمسح على شعر اليتيم ويمسح عليه كان له بكل حسنة مسحها حسنة. اليتيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نظلمه وألا نأكل ماله وحقه، بل توعد الله لهم بالنار: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم الذي قهر، الذي لا أب له، اليتيم الذي يحتاج خاصة المؤمن، وذلك لمعرفته بكل الآثار الواردة في فضل
اليتيم وفضل كفالته وفضل تربيته وفضل حفظ حقه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. حتى الذي يكون قيما على مال اليتيم لابد أن يخاف الله ويتقيه في حفظ مال هذا اليتيم الذي فقد أحد أبويه. اليتيم كان للنبي صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا باليتامى، والله سبحانه وتعالى حثنا لمن أراد أن ينفق أن يجعل اليتيم لليتامى نصيبا في إنفاقه وحسنته. اليتيم وأولى الأمور التي يسعى الإنسان بعد إنفاق المال حسن تأديبهم وتربيتهم. ولا يحسن للمرء أن ينفق ولا يحسن تربيته إن كان كفله وكان معه. من أفضل الإحسان أن تحسن لليتيم في تربيته وإصلاحه، لأن اليتيم تتلقفه الأيادي من هنا وهناك، وتتقاذفه الدنيا من هنا وهناك، ويترصدون لماله ولنفسه الشياطين والشرور كل مرصد. وحثنا ديننا العظيم بأن نكفله ونكفل حقه ونحسن تأديبه لهذا اليتيم. قال ربنا: فأما اليتيم فلا تقهر. والقهر وغاية الظلم، القهر. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من قهر الرجال، فكيف لو كان هذا القهر واقعا على اليتيم الصبي أو البنت الصبية؟ كيف لو كان هذا القهر واقعا عليها؟ وهو القهر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع على الرجال الذين يتحملون هموم الجبال. قال ربنا: فأما اليتيم فلا تقهر. لا نظلمه ولا نخذله ولا نسلمه، بل نحضنه كواحد من أبنائنا، بل أفضل من أبنائنا. ولا نفرق أعزائي المشاهدين بين اليتيم وبين ابنا لك أو ولدا، بل نحفظ كرامة هذا اليتيم ولا نشعره بشيء من التفضيل الذي قد يجرح مشاعره في بعض الأحيان، ولا نوصله إلى مرحلة القهر، ونعوذ بالله من شرور الإنس والجن. بعض الناس يصل به الحال إلى أن يصل باليتيم إلى مرحلة القهر من أخذ ماله وعدم عطيته له، بل أذيته بالقول، بل يتعدى بعضهم أذيته بالفعل، وهو أنكى وأشد على اليتيم. قال ربنا: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السائل أي سائل كان، سائل علم أو سائل مال. سائل علم هي رسالة للدعاة والمربين وأصحاب الفضيلة والمشائخ، ومن بضاعته العلم، ومن بضاعته قال الله وقال الرسول، ومن بضاعته أي علم. لا ينهرن سائلا يسأله. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت توقفه العجوز في سكك المدينة ويقف تحت الشمس، ويقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأفف. وكان الصحابة وأمهات المؤمنين الصحابيات
يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا من الوقت، ولم يردهم النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان ديدنه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينهر أو يزجر للسائل، سواء كان سائل علم أو سائل مال. إن أحببت أن تعطيه فبها ونعمة، وإن لم تحب فالسكوت أولى. والإحسان بتلطف وتبسم أوجب على العبد أن يدخله الجنة. بعضنا لا يعطي السائل بل ينهره ويزجره، بل قد يطرده ويشتمه ويسبه. وربنا قال: وأما السائل فلا تنهر. لا تنهر. ولذلك دخل أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبال في ناحية المدينة، فقام الصحابة كلهم ينهره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنهروه، دعوه، لا تزنموه. فلما انتهى الأعرابي من قضاء حاجته أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه الأماكن أي بيوت الله لا يصلح الإنسان أن يقضي فيها حاجته. ونصحه النبي صلى الله عليه وسلم بكل لطف وأدب وامتنان. هكذا كان. وأما ذلك الأعرابي الذي أخذ وجذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر الجذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد، إنك لم تعدل في السوية، لم تعدل في السوية، لم تعدل في المال. والصحابة ينظرون إليه بحنق، فقال: دعوه. هكذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، رؤوفا رحيما. والله سبحانه وتعالى لم يصفه بوصف إلا كل الأوصاف تحت هذا الوصف، حيث قال ربنا عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. لم ينهر صلى الله عليه وسلم المسلمين، فضلا أنه لم ينهر ويزجر المشركين. ألم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قذف على ظهره الشريف سل الجزور، قاذورات المواشي، على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترفعها إلا بنته رضي الله تعالى عنها فاطمة. ألم نسمع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربا مبرحا في صحن الكعبة، ولم ينقذه إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ألم نسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع له السم في طعامه صلى الله عليه وسلم، ومرض من هذا السم برهة. وكل ذلك هذا كان تعامله الشريف مع الكافرين والمنافقين والمبغضين، فكيف كان مع أولى الناس من المؤمنين صلى الله عليه وسلم؟ وأولى الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أولى الناس أهل بيتك، أن تكون معهم رؤوفا رحيما عادلا كريما منصفا ذو لسان حسن مع أهل بيتك. بعض الناس يكون جبارا وذو لسان قذر، وقد يكون حنقا على أهل بيته، قد يكون على أخيه أو أخته أو بنيه، والله يسلط له من الخارج من يذله في هذه الدنيا. فحري بالمؤمن أن يتصف بنبينا إمام الرؤفاء. قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال ربنا عن المؤمنين:
أذلة على المؤمنين، عن الصحابة أعزة على الكافرين. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حدث عزيزي المشاهد، لو قيل لك كيف حالك؟ قل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. نعم الله لا تحصى ولا تعد، كل ذلك نعمة، كل ذلك يحتاج إلى شكر. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم لنشكر الله سبحانه وتعالى بركعتي الضحى، ركعتي الضحى. ومن أتم الشكر أولا شكر القلب، بأن تكون من قلبك بأن هذه النعم يمتن الله بها عليك هي فضل ومحض نعمة منه سبحانه وتعالى، تشكره في قلبك، ثم تلهج بلسانك وتكثر من الحمد والشكر. ولذلك نختم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: بت ليلة فوقع يدها الشريفة على بطن رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد قائم. وفي رواية أخرى أنه أتاه بلال رضي الله تعالى عنه ليؤذن له بالأذان، وقام ليله كله، فقال: يا رسول الله، أتقوم وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فما كان منه إلا قال: أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الشاكرين، من الذاكرين الممتنين لنعمك آلاء الليل وأطراف النهار. أعزائي المشاهدين، إلى حلقة أخرى أدعكم في حفظ الله ورعايته وعنايته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى.